علينا هنلاقي إن الإنسان بطبعه بيحب الحاجة اللي بيجري وراها، اللي بيتعذب عشانها، مش اللي بتيجي بسهولة ولا اللي متاحة طول الوقت من غير ما يطلبها. الكاتبة هنا بتتكلم عن قيمة المسافة في العلاقة، وبلاش أفكركم كل مرة ده أي نوع علاقة مش العاطفية بس. بتقول لما تكون دايما موجود ودايما بترد ودايما بتقول حاضر، يبقى وجودك متوقع، واللي متوقع بيبقى مش مثير. يعني what is expected is not exciting. لما الحاجة تبقى مش مثيرة الرغبة بتموت. أوقات كتير بنفتكر إن قربنا المستمر لحد هو دليل عن حبنا ليه، بس الحقيقة القرب اللي من غير مسافة بيخلي العلاقة مخنوقة ودمها تقيل، وساعات القرب الزيادة بيخلي الناس تتعود عليك أكتر وتطلب منك وتستنى منك